ودي النتيجة اللي احنا وصلنا لها في التلاتة لير. دي النسخة الأصلية، وده اللون الأول وده اللون التاني وده اللون التالت. لو اتصورت صورة حلوة ولكن كان نفسك تتصورها بلون قميص تاني فما تزعلش يا معلم، فوتوشوب هيحلها لك. لو أول مرة تشوفني فأنا عماد سويلم بقدم توتوريال تقدر من خلالها تحصل على نتيجة كويسة جدا بالفوتوشوب. احنا لسه قناة صغيرة بس بيكم إن شاء الله وبنصايحكم هنكبر مع بعض. لو مهتم بالنوع ده من الفيديوهات فتأكد إنك تعمل اشتراك تنورني. ومن غير كلام كتير يلا بينا. طب ده المشروع اللي هنشتغل عليه، وده لون القميص اللي احنا عايزين نبدأ نغيره. هنيجي هنا على اللير اللي هي الباك جراوند، نفك القفل. هوريك حاجة ان انا لو جيت اغير اللون هيحصل ايه. لو جيت هنا على الادجستمنت لاير هيو اند ساتوريشن وابتديت اغير اللون، هلاقي اللون بيتغير على الصورة كلها، فده انا مش عايزه. انا عايز اغير اللون على القميص بس. طيب اللي انا هعمله بالظبط، تعالى نمسح بس اللاير اللي احنا عاملينها. بعد كده انا هاجي عايز اعمل سيلكشن حوالين القميص فقط، عشان لما اجي اغير اللون يتغير على لون القميص فقط. هروح اجيب الكويك سيلكشن تول بسرعه كده، هعمل تحديد حوالين القميص. وانت بتعمله لازم تعمله بدقه علشان اللون يبقى دقيق حول القميص فقط. بعد كده كليك يمين واجيب لاير فيا كوبي عشان يفصل لي القميص على لاير لوحده. كده فصل لي اللاير القميص على اللاير لوحده، وده لون الخلفيه. لو جيت هنا اخد نسختين من لون القميص علشان من اللاير بتاع القميص عشان لو هغير كذا لون. تعالى نخفي الاول اتنين لاير واجي على اللاير بتاعتي. السلكشن راح، تعال ندوس كنترول كليك شمال عشان اظهر السلكشن تاني. بعد كده عملنا السلكشن. لو جيت هنا من ادجستمنت لاير اختار هيو اند ساتوريشن، او ممكن اجيبها من ايمج ادجستمنت لاير واجيب هيو اند ساتوريشن، او بالاختصار على طول كنترول يو. بقى عندي، ركز بقى معايا، عندي 3 شرايط. اول شريط هو بيختار اللون اللي انا هبدا اشتغل عليه زي ما انت شايف كده، واللون الثاني هو خاص، او الشريط الثاني هو خاص بالساتوريشن، وهو عباره عن مدى تشبع اللون اللي انا اخترته فوق. يمين هيزداد التشبع بتاعي، وشمال هقلل التشبع اللي موجود. تالت شريط هو عباره عن اللايتنس، هو مدى اضاءه اللون اللي انا اخترته. شمال هضلم اللون شويه او هخليه باهت، ويمين هزود اضاءه اللون زي ما انت شايف. لو اخترت كده اوكي كنترول دي علشان اشيل السلكشن، وده اول لون احنا وصلنا له. هعمل نفس الموضوع على الاثنين لاير التانيين. هاجي على اللاير سريعا كده كنترول كليك شمال علشان اعمل سلكشن. عملت سيلكشن، هاجي هنا من ادجستمنت لاير هختار هيو اند ساتوريشن، او بالاختصار على طول كنترول يو. هيفتح لي نفس القائمه تاني. هختار اللون الجديد وليكن هو ازرق، واظبط التشبع او الساتوريشن بتاعه، واظبط اللايتنس بتاعته، وادوس اوكي. وببساطه جدا هنبدا نغير برضو اللاير الثالثه او القميص الثالث. هي طريقه سهله جدا للمبتدئين. في طريقه طبعا ادق من كده واكثر احترافا. بالشكل ده هنظبط اللاير التالتة ونختار اللون الأحمر بالشكل دوت كنترول دي، ودي النتيجة اللي احنا وصلنا لها في التلاتة لاير. دي النسخة الأصلية، وده اللون الأول وده اللون التاني وده اللون التالت. وكده خلصنا درس النهارده. لو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك واشتراك واكتب لنا تعليق يشجعنا بيه على الاستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله.